بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي الكرام، أهلا وسهلا بكم. وعدتكم بموضوع خاص ذو نكهة خاصة. الموضوع أحبتي الكرام هو عن فوبيا الطيران، ولكن بمفهوم آخر من كابينة القيادة. وحاول بإذن الله تعالى. الطائرة أيها الأعزاء عبارة عن أنظمة فيها، وسبق وأن ذكرت في بعض الإسنابات، سبق أن ذكرت أنا في إحدى السنابات أنه أي شيء مهم في هذه الطائرة يعمل ب 2 channel إلى 3 channel. اليوم أنا ما بحاول أني أتفلسف، بشرح الأنظمة هذه بما تفهمونه أنتم، ما هو بما يفهم الطيار. وشرحي بإذن الله تعالى راح يكون مطمئن للجميع، لكل من يخاف من الطائرة أنها تسقط، أنها تطفى، أنها تخرب. لذا أنا أرجو من الأخوان والأخوات اللي عنده استطاعة أن يحول هالسناب إلى واتس أو أنه ينزله في اليوتيوب، أكون من الشاكرين. وهدفي والله هو طمأنة من يخاف من الطيران إنه هذه الطائرة اللي تكلف الملايين من الدولارات صنعت لكي تكون ذو تقنية عالية وخاصة من نواحي السلامة. هذه نظرة عامة لمقصورة طائرات الإيرباص 320، وبعد قليل إن شاء الله بتكلم لكم عن بعض الأنظمة فيها. الأنظمة في هالطائرة كما تشاهدون أحبتي، هذا نظام الضغط، نظام الكهرباء، نظام الوقود، نظام الضواغط الهيدروليك، ومكافحة الحرائق. لضغط الطائرة أيها الأحبة عندنا نظامين، النظام الأول باك 1 والنظام باك 2، وهذا يتم ضغطه عن طريق تكييف الطائرة. تستطيع أن تتنفس وتعيش داخل الطائرة وتأكل وتشرب وتنام وترتاح، لابد أن يكون الضغط هنا يعادل ضغط يعيش فيه الإنسان. طيب لو تعطل سمح الله واحد من هذه، الثاني تلقائيا يأخذ المهمة. وهنا الصفحة اللي يتابعها الطيار دائما يطمئن على أن الضغط ملائم ومناسب لراحة الركاب. النظام الثاني الكهرباء. عندنا عليكم السلام، عندنا جنريتر 1 وجنريتر 2. هذه المولدات اثنين تحت الطائرة في السماء. من هناك عدة مولدات، يعني عندك المولد الأرضي أو المولد الخاص بالطاقة الطائرة نفسها، ولكن بحكم أتكلم عن الجو، هذه السوء جنريتر شغالة. لو راح لا سمح الله واحد منها، الثاني يشتغل ويتحمل الطائرة اوتوماتيكلي. ولكن في تعليمات علينا احنا الطيارين انه تحاول ان تنزل لارتفاع معين لتشغيل مولد الطاقة الذاتي للمساعدة، وتستمر الرحلة بأمن وسلام مع مراقبة الكهرباء داخل الطائرة ومولداتها. النظام الثالث الوقود. عندنا في الطائرة 3 خزانات وقود، هذا في الجناح وهذا في الجناح وهذا في وسط الطائرة. هذه ال3 الخزانات تحمل 18 طن وقود، ولكل خزان كما تشاهدون مضختين للوقود. لو سمح الله إحدى هذه المضخات تعطلت، مباشرة الأخرى تأخذ المهمة. ولو فرضا قلنا لا سمح الله تعطلت كلها، الوقود ينزل للمحرك عن طريق الجاذبية والجرافيتي. هذه الصفحة اللي يتابعها الطيار لمتابعة الوقود، الجناح الأيسر والجناح الأيمن وخزان المنتصف وهذه المضخات. الآن نأتي إلى نظام الضواغط الهيدروليكية. عندنا في طائرة الإيرباص 3 أنظمة، الأصفر والأزرق والأخضر. ضواغط الهيدروليك هذه هي اللي تتحكم في البريك، العجلات، نزولها، طلوعها، الأجنحة. لذلك نظام الهيدروليك في الطائرة مرتبط بعضه ببعض، مضخات الهيدروليك مرتبطة كل نظام مع النظام الآخر، بحيث لو يتعطل أحد الأنظمة تجد النظام الآخر هو يتولى مهمة النظام اللي تعطل عليه. وهذه هي صفحة الضواغط الهيدروليكية، الجرين والبلو واليلو والكميات. عند مكافحة الحرائق لا سمح الله، كل محرك له مفتاح، ومولد الطاقة الذاتية أيضا له مفتاح. لخطورتها زي ما تلاحظون وضع عليها
هذا الأمان لخطورتها، لأنها لما تستخدمها هذه تعزل المحرك كليا. عند استخدام هذا لا سمح الله يقوم بعزل المحرك كليا عن الطائرة، عزله مجرد دمية في الجناح مع الإطفاء الذاتي. أنا الآن بسوي اختبار كيف صوت الحريق وش اللي يطلع عندنا. طلع هذا الحريق وطلع كما تشاهدون انجن نمبر 1 فاير. الكتابة الزرقاء هذه معناته هذه الإجراءات اللي يجب أن تتبعها وتطبقها حالا. هذه هنا الكمبيوتر الطائرة. الطائرات اليوم أصبحت سوفت وير، ما هو زي الطائرات القديمة. الطائرات اليوم حديثة تصير بالكمبيوتر فلاي باي واير، لذلك هذا المكان وهذا الجزء جدا حساس. هذا الكمبيوتر اللي تشاهدونه هنا هو اللي يعطيني المعلومات هنا من السرعة، من الاتجاه، من التراك، من موقع الطيارة، فجدا حساس. لذا حطوا لنا 1 2 3 1 2 3 1 2 3. لو يخرب لا سمح الله أي واحد منها الثاني يتولى المهمة، لو يخرب الثاني الثالث يتولى المهمة. ليش؟ لأن حساسة تعطيك جل المعلومات. يجي بهذا القسم هذا هو المختص، وهذا هنا اللي على في جهة المساعد هذا المختص بجوينحات الطائرة. لاحظون عددها كثير، عندنا 2 إليفيتر إليرون كمبيوتر، وعندنا سبويلر إليفيتر كمبيوتر، وعندنا جناح الطائرة مقسم، ما هو قطعة واحدة، هو عبارة عن قطع، كل قطعة تشتغل من نظام مختلف، كل قطعة منه تشتغل من نظام، عشان لا سمح الله فقدنا نظام انه ما افقد حركة الجناح. كل اللي قلت له لكم الآن من البداية إلى النهاية هذا كلها تشتغل اوتوماتيك. اللهم انه تعطيني هنا انذار للطيار انه صار عندك كذا فقط. يجي الآن عند الامرجنسي الكتريك باور. انا قلت لكم عندنا مولدين، لو يتعطل المولد الاخر يهتم ببقية الرحلة. لكن نقول فقدناها كلها، فعندنا هذا المفتاح نضغطه يخرج من بطن الطائرة محرك صغير يحرك الهواء يولد الطاقة الكهربائية. يقوم هذا المولد بعد خروجه من بطن الطائرة طبعا مروحي هو بالتوليد الطاقة الكهربائية للطائرة. هذا القسم زي ما انتم شايفين 1 2 3 4 5 هذه نظام التحذيرات للطيار. يعني لو اقترب الطيار من الأرض في رؤية سيئة أو في جبال أو نسي الكفرات ما نزلها أو الطائرة غير مهيئة للهبوط، فمهمة هذه الأجهزة، مهمة هذه المفاتيح إنها تعطيه بالصوت تحذير للانتباه. أسمعكم الآن صوت التحذيرات اللي تولدها الطائرة تنبه الطيار، طبعا تحذيرات صوتية. Flight slope. Pull up. Terrain ahead. Pull up. طبعا هذا هو مفتاح الكفرات داون وأب، نستخدم الهاندل هذا. طيب لو سمح الله ما نزلت بالطريقة الاعتيادية فنقوم ننزلها عن طريق الامرجنسي هاندل زي اللي تشوفونه هذا الآن. نقوم بدورانه مع عقارب الساعة 3 مرات، يقوم بإنزال تقوم العجلات للطائرة بواقع وزنها الثقيل وعن طريق الجرافيتي بالنزول مباشرة. فالطائرة زي ما تشوفون 1 2 هذه هي العقل المدبر للطائرة. لو راح 1 الثاني اوتوماتيك يشتغل. في الطائرة 3 راديو للاتصالات 1 و2 و3. لو سمح الله تفقد الاتصالات في 1 الثاني يشتغل اوتوماتيك، الثالث يشتغل كذلك اوتوماتيك. طيب ليش الخوف؟ ليش الخوف إذا كان في تقنية جدا عالية في الطائرات وخاصة تقنية السلامة؟ الخوف عند أغلبكم لا مبرر له. هذه الطائرة وهذه تقنيتها وهذه السلامة اللي فيها وهذه الأجهزة جدا جدا عالية الكفاءة، لذلك اطمئنوا واعرفوا أنكم بيد الله سبحانه وتعالى أولا، ثم طيارين مؤهلين
تهمهم طبعا بالدرجة الأولى سلامتكم وأمنكم. أنا أيها الأحبة الكرام ما تعمقت فيكم بشكل عميق، أنا أعطيتكم مجرد فكرة بأنه أي جهاز يتعطل الآخر يتخذ الإجراء. أعرف أنكم ما راح تتخرجون طيارين ولا راح تطيرون الطيارة، ولكن من باب العلم بالشيء. العلم بالشيء خير من الجهل به. وأنا عندما دخلت هالبرامج سناب انستغرام أخذت عهد على نفسي أني أطرح المفيد لمن يشاهد. أتقدم بالشكر مقدما لمن يرفع البرنامج، لمن ينقله في اليوتيوب، لمن ينقله على الواتس. شكرا جزيلا. السلام عليكم.